هما فعلا اكتشفوا ابو الهول التاني؟ طب لو اكتشفوه ايه اللي يثبت ان الصخره دي هي عباره عن ابو الهول التاني؟ اولا انت لو جيت وبصيت على لوحه الحلم اللي موجوده بين حوافر ابو الهول هتلاحظ حاجه غريبه. هتلاحظ ان الملك تحتمس الرابع بيقدم قرابين لاتنين ابو الهول مش واحد بس. لاحظ كمان ان الرسمتين متشابهين جدا. لو رحت معبد الكرنك وعديت من طريق الكباش هتلاحظ ان مجموعه من التماثيل على ايدك اليمين ومجموعه من التماثيل على ايدك الشمال، وكل تمثال بيقابله تمثال تاني مشابهه جدا. فنستنتج من كده ان المصريين القدماء كانوا بيتسموا بحاجه اسمها الثنائيه. ونلاحظ كمان ان الاسم ابو الهول المشهور بيه في الوقت ده كان هو روتي، ولو جيت بحثت عن اسم روتي هو معناه الثنائيه، فكده اكيد هتلاقي ابو الهول الثاني. فبداوا مجموعه من الباحثين ان هم يدوروا حوالين الموضوع ويحاولوا يعرفوا هل فعلا في ابو الهول الثاني ولا لا. في التسعينات من القرن اللي فات كان واقف الباحث بسام الشماع مع فيجن ديفيس على بعد امتار من ابو الهول، فشاور فيجن ديفيس على بعد اميال من ابو الهول وقال هنا هتلاقي ابو الهول الثاني. وقتها ما كانش فيه اي كلام عن موضوع ابو الهول الثاني ده، فالموضوع ما خدش وقت في دماغ بسام الشماع ونسيه. الموضوع بدا يحصل فيه حاجات جديده بعد ما وكاله ناسا بعتت رسائل للشماع بتقول له ان في صخره بتوازي ابو الهول وبتشابهه تماما في الحجم. اعتقد الشماع ان الصخره دي هي ابو الهول الثاني، وبالتحديد لما عرف ان هي موجوده ورا متحف الوادي. اشمعنى متحف الوادي؟ لو جيت وبصيت لابو الهول هتلاحظ ان وراه متحف ابو الهول ومتحف الوادي اللي مش وراه حاجه. زي ما قلنا ان المصريين القدماء كانوا بيتسموا بالثنائيه، ولقينا متحفين جنب بعض هتلاقي برضو التمثالين جنب بعض، وبكده يتاكد الشماع من وجود التمثال ده في المكان ده بالذات. فمش ناقص حاجه واحده بس علشان يكتشفوه وهي الحفر. لكن الموضوع مش سهل، الموضوع بيحتاج لتصاريح من وزاره الاثار علشان يبداوا حفر. واللي هيحصل كالاتي: هيحفروا على عمق 3 امتار وهيحطوا مستشعرات هيعرفوهم في حاجه تحت ولا لا. لكن وزاره الاثار رفضت الموضوع ده هي والدكتور زاهي حواس. وقال الدكتور زاهي حواس ان كل الكلام ده تخاريف، لانهم عملوا مسح شامل لمنطقه الاهرامات كذا مره وما لقوش اي حاجه، والموضوع كله بدا يتنسي. لكن الموضوع بدأ يتفتح يوم 24 أكتوبر 2021 بعد ما أعلن الدكتور رضا عبد الحليم عن اكتشاف أبو الهول الثاني. بدأ الدكتور رضا عبد الحليم يقول شوية تصاريح ويقول إن تمثال أبو الهول الثاني هو عبارة عن صخرة كبيرة ملهاش أي ملامح لكن بتشابهها تماما في المقاسات والقياسات. وقال الدكتور رضا عبد الحليم إن الصخرة دي كان معتقد من زمان إن هي هتبقى تمثال أبو الهول الثاني، لكن الموضوع ما كانش فيه أي كلام وقتها. لكن الموضوع لما بدأ يتفتح بدأ يدور حوالين الموضوع وبدأ يستكشفه. طب كده تمام، ايه اللي يثبت ان الصخرة دي هي ابو الهول الثاني؟ اول حاجة جابوا مهندس علشان يقيس مقاسات الصخرة دي، وطلع طولها 73 متر وعرضها 19 متر وارتفاعها 20 متر. ولو جيت بحثت عن مقاسات واطوال ابو الهول هتلاحظ ان نفس المقاسات دي هي مقاسات ابو الهول. وتاني دليل ان لو رجعنا للوحة الحلم اللي موجودة بين حوافر ابو الهول هتلاحظ ان التمثالين بيبصوا عكس بعض، وده اللي موجود فعلا. الصخره الجديده ما بتبص عكس التمثال ابو الهول. ده دليل كمان يثبت ان الصخره دي هي تمثال ابو الهول الثاني. طب لو ده فعلا تمثال ابو الهول الثاني ليه راسه مشوهه للدرجه دي؟ الحقيقه في كلام بيقول ان تمثال ابو الهول الاساسي كان راسه مشوهه بالدرجه دي، لكن تم ترميم راسه حتى تلاحظ ان راسه اصغر من جسمه. فدي كلها ادله بتثبت وجود ابو الهول الثاني. لحد دلوقتي وزاره الاثار ما صرحتش عن اي دليل يثبت وجود ابو الهول الثاني. انت في رايك هل فعلا ممكن يبقى فيه وجود ابو الهول الثاني ولا لا؟ وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.